بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهاردة بقى هنعمل الكوارع. الشتاء بقى والبرد الساقعة اللي احنا فيها دي عايز بقى شوربة كوارع، حتة كوارع، فتة كوارع فتة بقى بالخل والثوم. بس بقى ايه، اوعي تقولي لعدوك عليها. وصفة بقى لحبايبي حبايبي وبس. النهارده بقى حبايب قلبي انا جبت بقى كارع، بسم الله ما شاء الله. هو جاي لي بقى لي يومين ثلاثه، بس انا كنت بقى ايه مستنيه لما يجي وقته بس واجهزه واعمله. هنشوف بقى هنعمل ازاي. اهم حاجه لازم الكوارع دي تستوي، تسويها قوي، تسويها قوي. يعني الكوارع لازم تكون مستويه جدا. ما ينفعش ان انت تنزليها نص سوا ولا الكلام ده، لا. الكوارع بالذات يا جماعه لازم تكون مستويه قوي عشان تستطعميها. وطبعا الرز الابيض بتاعنا، والفته ما تتعملش غير بالعيش البلدي. والصلصه بقى طبعا الحمراء بتاعتنا الجميله ديت. هنشوف كل ده، هنشوف احنا عملنا الحاجات دي ازاي. ويلا بقى نبدا ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبتدي الفيديو بتاعنا. طبعا اول حاجه الكوارع لازم بقى طبعا تغسلها كويس جدا، تغسلها كويس قوي. وبعدين تقطعها منابات زي ما انت عايزه كده كده، الجزار بيقطعها لك. وتغسلها بدقيق، وتغسلها بملح وكده. ويا ريت يا جماعه، يا ريت يا ريت ما تغسليش الكوارع ببريل ولا الكلام الغريب اللي بنسمعه ده. الكوارع هي اللي بتتغسل، هي والطيور، لكن اللحمه ما بتتغسلش. اللحمه يا جماعه ما بتتغسلش. اللحمه انا بجيبها من الجزار، بسقطها في الحل على طول واسويها. اوعي تحط بريل والحاجات الغريبه دي على طيورك ولا على السمك ولا الكلام ده كله. كل دي حاجات بتبوظ اللحوم وبتديها طعم غريب. ده الكرع بتاعنا اهو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الحاج كان جايبه لي وبعدين قطعه، وانا اللي قلت له قطعه لي من نبات. طبعا هي دي مش نيه. انا جيت بقى ايه، حطيت لها شويه ميه. طبعا الكوارع بتحط لها شويه ميه على النار، واول ما تغلي تسقطيها. تغلي غلوه واحده وتقومي راميه الميه دي، وتعملي ميه جديده في نفس الحل عادي. في نفس الحل، مش شرط يعني تغيري الحل. انا قطعتها بقى اهو. طبعا هي طبعا دي كانت خدت غلوه، حتى لو شوفوا هي لسه سخنه اهي وطلع منها دخان. خدت غلوه واحده وقمت راميه الميه وسبتها بقى على ما حطيت لها بقى عقد جديد. عملت لها بقى ايه، ميه نظيفه بقى تاني، عقد جديد فيه بقى كل الحاجات اللي انت عايزاها. بصلايه بقى وطماطمايه وورق لوري وقرفه والسبع بهارات بتاعتنا. وحط بقى اللي انت عايزاه في الشوربه بتاعتك، اللي انت المفروض ان احنا هنشرب منها وهنسقي منها الرز وهنعمل منها الفت. تمام كده حبايب قلبي. عندنا هنا بقى ايه، انا ركنت بقى الكارع بقى كده على ما العقد بتاعي غلي. تمام كده. وجهزت بقى للشوربه. اول ما غليت بقى بدأت ايه، ابتديت بقى ان انا اسقط الكوارع بتاعتي. تمام. الشوربه بتاعتي غليت اهي، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، طبعا دي كانت رماناها بقى، رماناها، وديت بقى نضيفه بقى وزي الفل وفيها بصل وطماطم وكل حاجه. بتغلي بقى هي، هبدا اسقط بقى الكارع بتاعي. يعني انا بحب اقطعها حتت صغيره كده عشان اللي يجي ياكل يعني ايه يعني ايه ما تبقاش الحته كبيره كده وتضايقه وهو بياكل. فاحنا بنحب نقطعها كده منابات صغيره. تمام. ده كرع صغير يا جماعة، ما غابش على النار. هي خدت سوى اللحمة بالظبط. قعدت حوالي ساعة ونص، يعني ما غابتش. من ساعة وربع لساعة ونص كده. سلانة ايه، اول ما بدأت تخش في السوى قمت جايه مهديه لها النار وسبتها تطيب على راحتها براحتها خالص. وبعدين ما تحطيش ملح دلوقتي خالص. اوعي تحطي ملح في بداية غلو اللحمة، لا، لما تخش في السوى. وبرضو الكوارع لما تخش في السوى، الملح يخلي الكوارع تشد، واللحمه برضو تشد. لا، لما تخش في السوى قوم جايه حاطه الملح. طبعا انا عندي هنا بقى العيش البلدي وكنت جايباه بقى ايه الصبح. قطعته بقى وحطيت له هحط له حته زبده من دي اهي. دي سمنه سايحه يا جماعه، انا بسيحها في البيت. وان شاء الله انا ايه لما اجيب السمنه هنسيحها برضو مع بعض. انا لسه بقى ايه، لسه ما جبتش. وهنا بقى ايه فص توم بحاله كده، قسمته نصين وحطيته مع العيش.
انا بقى ما رضيتش احطه في الفرن، قلت ايه خليه هنا قدام عيني وانا بجهز الصلصه عشان ما انساهوش يعني يتحرق مني ولا حاجه. فعملته بقى على البوتاجاز عادي، ممكن تحطيه في الفرن ما فيش مشاكل. بس بيفرق قوي في الفته يا جماعه لما بتحمري العيش كده بحته زبده او تدخليه الفرن ويتحمص منك كده، بيفرق جدا في طعم الفت. طيب عندي هنا بقى المعلقه بقى، معلقه الزبده اللي فاضله دي بقى، وانا كنت مقشره راس توم محترمه كده. وابتديت بقى ايه انزل بقى بالبتاع اللي معذبانه دي، كل ما احط فيها فص توم عايزه بتغلبني على ما تقفل وتغلبني على ما تفتح، وانا ما بحبش بقى الشغل البطيء ده. بستسهل المبشره عن البتاعه دي، رغم ان هي حلوه كل حاجه، بس بقى هي عايزه صبر شويه. تمام. بس انا كده خلصت بقى اهوت. حوالي راس توم محترمه كده بالحته الزبده، وقمت ايه مشوحاها تشويحتين كده على الماشي. وبرضه ايه كل شويه ابص على العيش اتابعه برضه علشان ما ينحرقش، لحد ما اتشوح واخد تشويحه حلوه وبدا يخروش بقى، يبدا يخروش كده تقوم طافيه عليه على طول. تمام. التوم هنا بقى ايه، طبعا التوم بدا يزرع، فعادي بقى ان انت تعمليه وهو مزرع، ما فيش مشاكل خالص. انا عايزه بقى ايه ابقى امسكه اقشره كله، عندي لسه شرشين كبار عايزه اقشرهم واشوف هنعرف نعمل منه توم بودر ولا ايه. طيب انا عندي هنا بقى الايه التومه بدات بقى تدبل. اول ما تبدا تدبل كده طبعا الكوارع زي ما هي بقى على النار اهي. تمام. هنزل بقى ايه بقرن فلفل بقى، انا مخرطه قرن فلفل ناعم. القرن الفلفل ده بيطعم الفته قوي وبيخلي الصلصه دي جميله وبيديها نكهه جميله كده وطعم جميل. وطبعا عصرت 3-4 طماطمات في الخلاط اهي. التومه بقى بدات تصفر اهي، ما استنتهاش حتى لما تصفر، يعني ايه بدأ لونها يميل للصفار كده، قمت نازله بفص الثوم وقلبته برضو تقلبتين كده علشان ايه ده يخش في ده بقى وايه ويندمج كده مع بعضه كله مع بعضه، الثوم مع قرن الفلفل. تمام. تقلبتين بس كده، وقمت جايه بقى ايه يا رب سترك ورضاك، وقمت جايه بقى ايه كنت انا مصفيه بقى الطماطم، احط سقطه خل الاول. ايوه ما تكتريش بقى في الخل، في ناس بيحبوا الخل، انا ما بحبش طعم الخل قوي يبقى باين قوي في الفته، يعني معلقتين او 3 كفايه. في ناس بقى تقول لك نص كوبايه وربع كوبايه وكتير يا جماعه والله، وبس يعني بالطعاميه بس كده. والله انا اعرف ناس ما بيحطوش خل على الفته خالص، ما بيحبوهاش بالخل. اللي انا بقى كنت عامله الطماطمتين دولت عصرهم في الخلاط ومصفياهم طبعا. سبتها بقى ايه، سبت الصلصه دي تتسبك بقى مع نفسها كده، سبتها لحد ما اتسبكت بصوا، بقت تمام بقى وتخنت كده وبدأ الإدام يظهر منها، واتسبكت بقى وبقت تمام التمام. طبعا انا بقى ايه كنت عملت الرز بقى الابيض اهو. طبعا الرز الابيض مش محتاج وصفه، يعني ده انت بتشوحي شويه الرز وتقومي ساقيه من الشرب. الرز الابيض كنت حاطاه على النار بقى وسبته يشرب بقى الميه مع قصد الشوربه مع نفسه كده، وهديت له النار. والعيش اهوت بقى انا كنت محمره. بصوا بقى الكوارع كانت استوت بقى وبقت ايه ملبن والله يا جماعه يا حبايب قلبي ملبن. عايزه تاكلي كوارع وتعمري مخك. ايه تسويها قوي لحد ما تبقى ملبن كده ملبن، تقومي تاكلي بقى يا سلام. وفي الشتاء ده بقى احلى حاجه الكوارع والمحشي. طبعا احنا بقى لنا مده ما عملناش محشي، ان شاء الله المره الجايه هنعمل. فطبعا اول ما الصلصه استوت بقى واتقلت كده وتخنت، قمت مزوداها كبشتين من شوربه الكوارع الجميله ده اللي ترم العظم ديت، اللي تخلي الواحد يجري في عز البرد وهو حاسس بمنتهى الطاقه والنشاط. هي طبعا استوت جدا بسم الله ما شاء الله. انا كنت مهديه لها بقى خالص وسايباها بقى خالص. الحته الحفر دي انا بموت فيه، بس الحاج بقى ايه استعبطني وسهاني وكل الحفرين الاتنين، كلهم الاتنين
وانا قاعده عماله ادور واقول فين الحافر، قال لي ده انا اكلته. وانا بحب الحافر ده جدا. المهم بقى ايه، الصلصه بقى استوت، تعملها بقى ايه، تزودها كبشتين من شوربه الكوارع الجميله دي، طبعا بتجازي. انا قلت بقى لما اخلص طبيخ هقوم منضفاه. كنت انا بقى، انا دايما بحب بفرشه فويل يا جماعه، علشان لو حاجه وقعت امسحها، وبعدين ايه لما توسخ قوي بقوم شايلها ومغيراها. فتلاقي البوتاجاز دايما تحت الفويل ده نضيف جدا كانه ما اشتغلش اصلا. المهم انا جيت بقى ايه، قلت هعمل في الطاجن بقى اللي كان فيه الكارع ده اهو، هعمل فيه الفت. فضيت بقى العيش اهوت، طبعا الرز بقى ايه نشف وهو على نار هاديه دلوقتي. فالعيش بقى شلت منه الفص الثوم، وتزوديه بقى كبشتين شوربه بيضه. تمام كده، كبشتين شوربه بيضه عشان بس العيش ايه يشرب من الشوربه ويبوش. تمام. إيه اللهم صل على النبي. كان الرز بقى استوى، الرز بقى استوى او بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى شويه رز ابيض، حبايه من حبايه مفرفر كده، وتبدري وتلميه بالحب، بسم الله ما شاء الله. إيه بعدين بقى ايه، فضيت بقى شويه وتقلبي وتحط بقى شوربه حمراء. الشوربه الحمراء ديت بقى حسب رغبتك، تحط منها بقى فوق على الفته ماشي، تحط كبشه كده. انا حبيت ايه، انا حطيت بس كبشه كده وقلبت. وبعدين ايه بنحب بقى ان ايه نكملها رز من على الوش. إيه اللهم صل على النبي. هزود بقى شويه رز، هزود بقى شويه رز والله يا جماعه. إيه اتفضل من الدقه من البتاع الحمراء دي، الصلصه الحمراء دهيت اتفضل منها سلطانيه كبيره كده اهو. بس يعني ما جاش في بالي ان انا اشيلها اعمل بها اي حاجه، مش ما جاتش في فكرتي، وخساره يعني دي كانت جميله جدا. او بصوا بقى هو ده اللي أنا بس تاخدي منها على فكره، تحطها على الشوربه البيضه وتشربيها مع الفته، بتبقى بتطعم الشوربه قوي قوي. يعني انا خدت شويه كده حطيتهم مع الشوربه البيضه وشربناها عادي واحنا بنتغدى. تمام. غرفت بقى كله في الطواجن بقى، والكوارع بقى بسم الله ما شاء الله مستويه جدا، ملبن ملبن يا جماعه. اللهم صل على النبي بألف هنا وشفا. وانا بعتذر ان على صوت يا جماعه، انا لسه تعبانه والله، بس انا ما اقدرش اتاخر عنكم. لسه البرد مزعني، وبعتذر مره تانية علشان الفيديو نزل متاخر النهارده. بس بصراحه انا مسافره اصلا، واول ما وصلت عملت الفيديو على طول. يعني انا بعتذر ان هو هينزل لكم متاخر النهارده شويه. طبعا احنا مواعيدنا سبت، لا معلش، احنا مواعيدنا طبعا حد واربع وجمعه، حد واربع وجمعه الساعه 6، حد واربع وجمعه الساعه 6. بصوا بقى زي الملبن، جميله جميله جميله، بالف هنا والشفا حبايب قلبي. وكل الف سنه وانتم طيبين مره تانية، واشوفكم على خير يا رب، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. وكل الف سنه وانتم طيبين، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.